اه يا بطني مش قادرة خالص. يا سعيد يا سعيد تعالى شيل. مالك يا سعاد، عماله من الصبح توقوقي وتقولي مالك. هو انت شكلك مش قد الخلفه ولا ايه؟ حرام عليك يا سعيد، انت بتضحك علي. انا مش قادرة خالص، عايزة ارجع وعايزة اكل وعايزة انام وعايزة اقوم اجري وعايزة اكل وعايزة كل حاجة. خلاص انا هاخدك النهارده عند التمرجي واخليه يشوف مالك، عشان انا تعبت منك بصراحه. انا ما بنامش طول الليل ولا النهار منك. هنروح عند التمرجي النهارده واخليه يديكي اي حاجه تسكن اللي انت فيه دي. بس ماشي يا اخوي، اللي انت عايزه انا مش هقول غير حاضر حاضر ونعم. بس مش قادره يا سعيد، الحقني، انت بتحبني ولو بتحبيني الحقني، وديني للدكتور وديني للتمرجي وديني لاي حد. ماشي هوديك، بس بشرط هنعدي على امي في الدار ونسلم عليها. انا بقالي يومين بصالح فيها وانت عارفه كده يا سعاد. تعالي بقى عشان انت عارفه ان انا بحبك، انت طبعا لازم تكوني بتحبيني تراضي امي عشان ما ازعلش مني. مش قلنا كذا مره ما دام الكلام مش عاجبك ما ينفعش اللي انت تعدي من قدامي كده وتسيبي القعده اللي انا قاعد فيه. ماشي يا سعاد، كل الكلام دي انا هروح اقول لابوك الحاج عليه، وكمان غيظ فيك واهرى فيكي اكتر هاخد امي عند التمرجي. طب هنشوف مين اللي هيمشي كلامه يا سعيد. بلاخد امك عند التمرجي. دمك مستكتر علي اللي انا حامل منك اصلا. قومي البسي يا سعاد، قومي البسي ويلا عشان نمشي، عشان زي ما قلت لك كده امي هاخدها معانا للتمرجي. ولو مش عاجبك وعملت اي طريقه تعبتني او زعلتني او زعلت امي، على بيت الحاج على طول وروحي اقعدي هناك احسن، عشان انا تعبت منك اصلا. انت جاي تهددني يا سعيد؟ طيب خلاص بشاره، هاجي معاك عند امك، بس هاخد امي معايا كمان التمرجي بقى، وهاخد هناء كمان، عشان اللي انت بتعمله ده مش هيبقى عندي قدامي. زي ما امك هتعمل انا هعمل. خلاص عاد امك زي امي بالظبط وتيجي معانا عند التمرجي. ايه يعني؟ ما هما الاثنين المفروض يكونوا مبسوطين لينا، فهنيجي عند التمرجي وكمان نساله هو جنس المولود ايه. وكمان عايز تساله جنس المولود ايه وامك معانا؟ ماشي يا سعيد، ماشي. اعمل كده حاجات وانت عارف ان هي هتضايقني. ماشي انا هلبس ونروح. ايوه يا عم، عمالين ندور عليكي في الدار جوه. انا قلت لسعاد هو المكان الوحيد دي اللي هلاقي امي فيه. بتعملي ايه هنا؟ هكون بعمل ايه يا ابن العبيطه هنا؟ هكون بعمل ايه؟ بحلب الجاموسي وبقوم بطلباتهم. طيب ماشي يا عم، احنا جايين انا وسعاد عشان ناخدك ونروح للتمرجي عشان نكشف عليها عشان هي تعبانه. ما شاء الله عليكي يا سعاد، بطنك كبرت ما شاء الله يا حبيبتي. انت لحد دلوقتي ما رحتيش للتمرجي؟ خلاص ماشي، هلبس كيدي واجي وراك. ما شاء الله، الله اكبر في عينك. ماشي يا حبيبتي، ماشي. احنا هنستناكي بره في الدار. تعالوا. سلام عليكم. ايوه يا عم، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا سعاد، ربنا يخليكي يا بنتي. انت عامله ايه؟ طمنين عليك. الحمد لله يا امي. انت عارفه اللي بتحمل وبتشيل دي ربنا يتولاها. انا تعبانه قوي. بصي بقى، عشان اهم حاجه الموضوع اللي انا بقول لك عليه ده، احنا رايحين النهارده انا وسعيد وحماتي رايحين للتمرجي. عايزينك تيجي معانا ماشي؟ عشان التمرجي النهارده يقول لنا جنس المولود. يا ربي بس هو يقول لنا ويرضى، عشان انا لسه في الشهور الجولانيه فممكن مش يظهر. ماشي؟ عايزاكي معايا. تمرجي ايه يا بنتي؟ مالك؟ الف سلامه عليكي يا سعاد. مالك يا حبيبتي؟ حاضر هاجيلك على طول، هاجيلك. لا يا حبيبتي ما تخافيش، ده احنا رايحين نطمن بس كده، ما انا مش تعبانه. لا يا حبيبتي مش تعبانه، بس انا مبسوطه انا وسعيد وعايزينكم معانا. خلاص انا هستناكي عند التمرجي، انت عارفاه هو واحد بس اللي في البلد، هنستناكي هناك. يلا حبيبتي، سلام عليكم. يلا يا اولاد يلا عشان انا جهزت. ايه يا سعيد؟ هي سعاد بتكلم مين؟ بكلم امي يا حماتي. هناخدها معانا عند التمرجي عشان تفرح هي كمان، وهي بتشوفني كده وانا بكشف، ما هي لازم تكشف برضو وتطمن عليا. ليه كده يا سعاد؟ تقلقيها عليكي يا حبيبتي. احنا هنروح عند التمرجي ونيجي، مش لازم تقلقيها يعني وتيجي وكده. خليها تشوف طلبات بيتها. لا عاد انا عايزه اخدها معايا. اشمعنى سعيد عايزك يعني معاه؟ اما انا عايزه امي انا كمان. يا حبيبتي وانت رايحه توليدي؟ احنا رايحين نكشف بس. خلاص براحتكم، وانا بقول يعني عشان مش تتعبيه. لا ما فيش تعب ولا حاجه. امي لو طلبت منها كده السامه ونجومها هتجيبها. ماشي يا اختي، ربنا يخليها لك. يلا بقى يلا عشان ما نتاخرش. عملت ايه يا سعيد؟ حجزت الدور يا ابني؟ الناس زحمه جوه. كنت جيت انت حجزت الدور بدل ما سعاد واقفه كده تعبان. ما انا ما اعرفش يا ما نعرفش اصلا، احنا اول مره نيجي ما نعرفش ان اصلا بيبقى فيه زحمه كده. بعد كده ابقى اجي احجز ليها. هي فين امك يا سعاد؟ امك اتاخرت جو. انا جيت اهو عماله ادور عليكم. ما شاء الله حبيبتي يا سعاد، بقالي كتير قوي ما شفتكيش. الله اكبر. طب يا بنتي كنت تلبسي حاجه ما دام بطنك كده تتحسي يا حبيبتي. تعبانه قوي يا امي، مش قادره البس حاجه ولا اعمل حاجه. سعيد قال لي قومي البسي. مش قادره اخد نفسي ولا قادره اكل ولا قادره انام، تعبانه. هو ده اللي خلاني اجي للتمرجي. يشوف يقول لي انا هعمل ايه. خليهم يا اختي، خليهم يتعبوا شويه ويعرفوا قيمه الام ويعرفوا ان الام بتتعب ازاي. خليهم يتعبوا شويه كده ويصرفوا ويروحوا ويجوا عشان يعرفوا الكلمه اما تتقال الام تتقال بصيغه كويسه، مش بتعلية صوت ودماغهم الناشفه دي اللي تعبتنا طول عمرهم.
ربنا يهدي سرهم يا رب وتقوم لك سعاد بالسلامه يا رب يا حبيبتي. انت عامله ايه يا حاج؟ انا الحمد لله والله كويسه خالص. معلش ما شفت سعاد كده فرحت فيها قوي، وكمان بقالي كتير ما شفتهاش. حقك علي، انت اللي عامله ايه واخبارك ايه؟ معلش بقى يا حبيبتي، انت عارفه شغل الدار والدنيا بتاخد الواحد ما بيعرفش انه يروح في حته ولا يعرف يطمن على حد. طب يلا عشان التمشي جوه ندى على اسم سعاد، يلا عشان ما نتاخرش بقى. انا خايفه قوي يما، خايفه يولدني، خايفه يقول لي انت هتولدي، خايفه قوي. والدك ايه يا هبل؟ انت لسه في الشهور الاولانيه، لسه ما خلصتيش. ربنا يعينك. معلش يا حبيبتي. لا ما تخافيش يا حبيبتي، مش هيعمل لك حاجه. مالك يا سعاد، الف سلامه عليك يا بنتي. وانا مش كنت سايبك كويسي ساعه ما ست ابوهم جابتني؟ ايوه يا دكتور، ما ساعه ما ست ابوهم جابتك كنت انا لسه في الجو خالص وما كنتش اعرف ان انا حامل. دلوقتي انا عديت شهور كده، بص بطني عامله ازاي، مش قادره خالص اخد نفسي ولا قادره اكل ولا قادره اقعد ومش قادره اعمل حاجه خالص. فجايه لك يعني تديني اي علاج عشان اقدر يعني اكمل. ضحكتيني يا سعاد، عسل يا سعاد. لا يا حبيبتي ما تخافيش، بس عشان انت بكريه ولسه اول مره خلفه ليكي يا حبيبتي، فلازم تكوني تعبانه كده. معلش بصي انا معلقه لك المحلول ده، المحلول حديد يعني فيتامين يعني عشان الدوخه اللي عندك دي والترجيع، وان شاء الله خير يعني هديك علاج وان شاء الله خير. يعني هي هتبقى كويسه يا دكتور ولا ايه نظامها؟ هتفضل كده الشهور كلها بتاعت الحمل؟ انا مش عارف انام منها، رايحه يا عيني تعدي من الشقه تروح الناحيه الثانيه، رايحه جايه تعبانه وعماله تقول وانا مش عارف اعمل لها ايه. هي هتفضل كده؟ انت هتبقى اب ازاي يا سعيد؟ ايوه طبعا، هي الام كده بتفضل طول الشهور تعبانه لحد ما تولد وتقوم لك بالسلامه ان شاء الله. مالك زعلانه ليه يا حاج؟ ان شاء الله هتقوم لك بالسلامه، ما تقلقيش، هتقوم لك بالسلامه ما تقلقيش. ده سعاد عفريتي هتقوم لك، ما تزعليش وتعيطي كده. ده انا حاطط لها بس حديد كده فيتامين عشان يقويها شويه، ما فيهاش حاجه. اصل احنا يا دكتور طول عمرنا بنحمل وبنولد واحنا قاعدين، وعمرنا ما رحنا للتمرجي ولا رحنا ركبنا حديد ولا فيتامين ولا الحاجات دي. فانا حاسه ان بنتي في خطر، فعشان كده يعني خايفه. او النبي يا حاجي، ده انت فكرتيني بايام زمان. والله العيال بتاعت الايام دي متدلعه، عايزين يروحوا يجري على الدكتور يديهم اي مسكن ولا اي حاجه. معلش هتقوم لك بالسلام ان شاء الله خير. قالت لك ام سعيد، صدقت ام سعيد. ايوه البنات الايام دي متجلعه على الاخر. ماشي انا هسيبكم بقى عشان تقعدوا براحتكم. يلا سلام عليكم. ما تخافيش يا عم، انا كويسه ما تخافيش، ما تقعديش تعيطي كده عشان بعد كده مش هاخدك معايا عند الدكتور تاني. يا بنتي انا خايفه عليكي قوي يا سعاد. عمري ما شفتك راكده كده. انا هصبر بس وادعي ربيني اني يقومك ليا بالسلامه. وهو ده يوم اللي انا عايزاه منك، انك تدعي لي وان انا اقوم بالسلامه. اما انا كويسه ما تقلقيش. مش انت يا عمي شلتيني في بطنك 9 شهور وتعبت تعب دي، لازم برضه انا كمان عشان اجيب النوني على راجل البت هناء، عشان اجيب البت النونه اللي في بطني دي لازم نتعب شويه. ومين قال لك يا اختي ان هي بنت؟ ان شاء الله واد، ان شاء الله واد عشان يشيل اسم ابني ان شاء الله يا حماتي. الحاجات دي بتاعت ربنا مش بتاعتي انا ان شاء الله. ولد ولا بنت يا حاجي، المهم اللي هو يجي بالسلام ويتربى في عز ابوه وامه، هو ده اللي احنا عايزينه. الولد ولا البنت اهم حاجه ان هم يجوا بالسلام. الحاجات دي بتاعت ربنا، احنا مش بايدينا حاجه. انا عايزه ولد برضه، ماليش دعوه. انا عايزه ولد يا سعاد. لا ماليش دعوه. انا فرحانه وجايه معاكي التمرجي عشان يقول لي ولد، مش تقولي لي بنت. هو لسه اصلا ما شافش حاجه، ما تقوليش بقى وتفوري ان هي بنت. ليه كده يا حاج؟ ليه؟ هي البنت مش زي الولد، الاتنين زي بعض، خلقة ربنا. ده وده رزق من عند ربنا، ما تقوليش كده. البنت رزق لابوها وامها، والولد برضه بيبقى رزق وسند لابوه وامه. وحش الكلام اللي انت بتقوليه دي، ما تقوليش كده. ولد ولا بنت احنا راضيين. لا مش وحش الكلام يا حاج. هو ما انا اكون عايزه واد يشيل جسم ابني ويقف في ظهره كده يبقى وحش؟ بقول لك يا سعيد وبنبهك اهو، انا عايزه واد ماليش دعوه. مش هتخش الدار عندي ولا هكلمك تاني لو جبت البت دي. انا عايزه واد ماليش دعوه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. ربنا يجويني ويصبرني على حماتي دي. ما ترد ساكت ليه يا سعيد؟ ما ترد على امك اللي عايزه الواد. انا مالي انا ولد ولا بنت؟ هو انا بايدي؟ ما ترد عليها ولا ساكت كده. ايوه يا محمود، بقول لك ايه، ممكن اطلب منك طلب؟ امي عايزه سعاد تجيب الواد، وبشتري لي واد كده من اي سوبر ماركت.